السلام عليكم. انا فايزه عبد الله، والقناه بتاعتي سفره فايزه. هقدم لكم النهارده يا جماعه اللحمه بطريقه جديده زي ما احنا عملنا قبل كده بالطريقه التركيه في الطاجن التركي، طاجن الفخاره. هنعملها النهارده بالطريقه التركيه. انا شفتها الحقيقه على قناه تيستي لايف، وانا عملتها قبل كده كتير وشفتها وفي البرطمان الازاز، وهتطلع زي الفل زي ما احنا شايفين كده. قبل كده يعني اكتر من حد سألني هي فعلا البرطمان ما بيتكسرش؟ لا، هو ما بيتكسرش. يعني عارفة ان اي حد هيسأل على السؤال ده. لا، هو ما بيتكسرش بالطريقة التركية، وبعدين صحية جدا. انت مش عايزة تحطي دهون عليها ما تحطيش. وتعمليها بالخضار المشكل زي ما احنا شايفين كده. ببطاطس، عايزة تحطي كوسة، عايزة تحطي جزر، تحطي فلفل زي ما احنا شايفينها كده. بصوا، ومستوية وحلوة جدا، وريحتها يعني هي عاملة زي كباب الحلة او مشوية يعني. بصوا مستوية قوي، بصوا دايبة دايبة قوي. وتتقدم مع طبق الرز، تتقدم مع طبق الرز كده بالشكل الشهي ده. هتعجبكم قوي قوي. دي لحمة ممكن نص كيلو، هي دي اكتر من نص، مثلا قطعتين ولا حاجة. انت اي كمية عايزاها. معانا 2 حبة بطاطس، معانا 2 حبة جزر، 2 حبة طماطم، 3 بصلات، ومعاهم 2 فص ثوم زي ما هما صحيح. ومعانا حبة فلفل حار، بس انا اخدت منها جزء عشان ما تبقاش حرة اللحمة. هنبدأ دلوقتي نحط اللحمة هنا، ونحط معاها الخلطة كلها. الجوكر بتاعنا طبعا اللي هو البرطمان اللي احنا هنحط فيه اللحمة ونسويها ازاي. نحط البصل الأول، نحط عليه الملح، معانا يعني ذرة قرفة، بابريكا، فلفل اسود، حبهان. نحطهم الاول على البصل، ونحط ذرة جوز الطيب او بشر جوز الطيب، جزء صغير قوي، تدي نكهة برضو حلوة قوي. انا عايزة ادعك عشان اطلع الريحة بتاعت البصل. نحط الطماطم. احنا عايزين كل حاجة قطع كبيرة علشان ما تتهريش كده. الجزر، اللحمة زي ما شايفينها كده فيها قطع ملبسة. انا بحب الملبسة احسن لما بتكون حمراء ومتفلة. ممكن عندك موزة، ممكن شرايح لحمة، يعني اي حاجة متوفرة عندك. زي ما احنا شايفين كده انا قلبتها كلها عشان تدخل فيها كلها التتبيلة. هبدأ نحط في البرطمان، نحط كده جزء من اللحمة، مثلا كم قطعة لحمة، وبعدين نحط الخضار ومعاه البصل كده من الجنب كده. انا مش عايزة املى البرطمان قوي، ودول هحطهم في برطمان تاني صغير عشان لما يفور، او مش لما يفور، لما يغلي ما يعملش في البوتاجاز كده. بقلبه كويس قوي كده. خلاص كده مش عايزه احط بقى فيه اي سوائل، وهغطيه بقى بالفويل. احط قطعه زبده كده
ده صحي جدا. مش عايزه تحطي الزبده، مش مشكله، قطعه زبده بلدي كده تدي تيست حلو قوي. مش عايزه تحطيها، مفيش اي مشكله. حط كده ورق الزبده عشان هي لما تغلي ما تلمسش في الفويل. اوكي، نقفل كده بالفويل كويس. هنحطه في الفرن، نحطه زي ما احنا شايفين كده على صاج الاول، وطبعا الفرن سابق التسخين. هنسيبه تقريبا قد ساعة، لانها دي لحمة كندوز مش بتلو. ساعة وممكن نبص عليها. بصوا يا جماعة، انا طلعتها من الفرن، هي اخدت حوالي زي ساعة وربع، ساعة وتلت. بس يعني الحقيقة الموبايل فصل، فانا كنت عايزة اوريكم وهي في الفرن. بصوا هي نزلت لتحت شوية. طبعا التسوية هي فيها الصوص بتاعها كده. هنقلبها مع بعض. بصوا مستوية قوي. هطلعها بالراحة. يعني انت عارفة دي لحمة مشوية ولا كباب حلة ولا ايه، من الريحة بتاعتها والطعم بتاعها. وده الشكل النهائي بتاعها، اللحمة التركي في البرطمان بالطريقة التركي. حلوة جدا جدا، وانا متأكدة هتعجبكم قوي. هي اخدت طبعا اكتر من ساعة، بس انا عشان الموبايل فصل. لكن يفضل ان انتي حسب قطعة اللحمة اللي عندك. يعني دي لحمة كندوز وملبسة، ما بتكون ملبسة بتبقى حلوة قوي. وهي انا محطتش عليها مية خالص. بصوا منزلة الصوص بتاعها ازاي. ويتقدم معاها طبق رز ابيض بالطريقة الشيك دي والشكل الشهي ده، وهتعجبكم جدا. اوكي، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. والى اللقاء في فيديو جديد.